فلذلك ألظوا بهذا الجلال والإكرام. فالمصائب منوعة بين قصم وردع ودفع ورفع وكشف. فالمؤمن قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وأنا لا أشك أبدا أنه ما من واحد منكم وأنا معكم إلا وله في هذا المجال تجارب مع الله عز وجل. فقد تأتي مصيبة ثم يهتدي إلى أن هذه المصيبة جاءت بحكمة بالغة وبعدل مطلق وبرحمة واسعة. فلذلك لا تضطرب إن جاءت المصائب. هل تريد أن أقول لك متى تضطرب؟ ينبغي أن تضطرب أشد الاضطراب إذا كنت لا سمح الله في معصية والأمور تأتي كما تشتهي. إذا رأيت الله يتابع نعمه عليك وأنت تعصيه فاحذره. معنى ذلك أن المصائب التي تساق للمؤمنين لا تجدي معك، لا بد من قصم بعد حين. فهؤلاء الذين يعصون الله ويستكبرون خطهم البياني صاعد صعودا حادا ثم السقوط بشكل مريع. ثم إن الإنسان له مع الله أيام، وقد قال الله عز وجل: وذكرهم بأيام الله. قد يكون يواجه عدوا فالله عز وجل بفضل الدعاء صرفه عنه، وقد يواجه مشكلة فالله عز وجل بفضل الدعاء صرفها عنه. فمن تمام النعم أن يأتي الرخاء بعد الشدة. الذين يحبهم الله عز وجل يؤدبهم ثم يكرمهم. الإنسان يؤدب لكن لا تستقر حياته إلا على الإكرام. يؤدبهم ثم يحبهم، بينما أهل الدنيا يرفعهم ثم يقسمهم. فإذا كنت في طور الابتلاء وطور التأديب فهذه نعمة كبرى. والدليل على ذلك: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. كان غنيا بعد أن كان فقيرا، وكان مهتديا بعد أن كان في حيرة، وكان يتيما ثم آواه الله إلى رحمته. قد يسأل سائل إنه لماذا كان النبي يتيما؟ لأنه لو كان له أب كبير مربي كبير تعزى كل فضائل النبي إلى أبيه. أراد الله عز وجل أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام في علمه منه مباشرة وفي فضله من الله مباشرة. ما من أحد له على النبي الكريم يد بمعنى أنه هو الذي صنعه. يعني تلاقي ابن من أرقى الأبناء له أب كبير يقول هذا صنيعة أبيه، هذه الأخلاق من توجيه والده، هذا الانضباط من توجيه أمه. لا أم ولا أب، فعلمه من الله مباشرة وخلقه أيضا وإنجازه من الله مباشرة. ولم يكن له ذرية من الذكور. هذا ابن النبي، فإن لم يكن على المستوى انتقلت البغضاء إلى النبي. المشكلة كبيرة. قال له: يا سلمان لا تبغضني فتفارق دينك. يا رسول الله كيف نبغضك وبك هدانا الله؟ قال: تبغض العرب فتبغضني. تنتقل العتاوي. فلحكمة بالغة لم يكن للنبي ذرية من الذكور إطلاقا، إنه هذا يتمتع بميزة ما بعدها ميزة، ابن رسول الله، وقد لا يكون في المستوى المطلوب فيسبب للمسلمين متاعب كثيرة جدا. هذه حكمة أنه كان يتيم الأم والأب، ولم يكن من ذريته ذكور، ولم يتعلم علوم الأرض، فعلمه من الله وإنجازه من الله وذريته لصالح الدعوة. ثم يقول الله عز وجل: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. وختام هذا الدرس أن لكل مؤمن من هذه الآية نصيب بحسب طاعته لله وإخلاصه له. حينما تطيع الله عز وجل يرفع الله لك ذكرك. يعني مرة كنت عند قصاب قال لي صديقي كان أحد كبار القراء في الشام، كنا في حفل صلى بنا إماما واقفا وعمره يزيد عن 104 سنوات. يعني ورد في الأثر أنه من تعلم القرآن متعه الله بعقله حتى يموت. قال لي هذا القصاب كان رفيقي. قلت له: أين سرى من السورية؟ الله رفع هذا الذي حفظ كتاب الله، رفعه إلى أعلى مستوى. فالقرآن يرفع الإنسان.
فألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.